نظام العشوائية الغذائية ده انا حافظه بيخف عضلات ويزود سمنة. عمر مرموش ملك فرعوني في المانيا هدفه الهروب من هبدات رضا عبد العال. السلام عليكم، وحشتوني. انا جاي اعمل معاك ماتش مصر وبوتسوانا عشان ده اخر ماتش في التصفيات وخلاص صعدنا افريقيا. لا انا كذاب بصراحة، انا عملت ده عشان مش لاقي محتوى ومفيش ماتشات عدل اعملها، فخد ده مشي نفسك بيه حلو لحد اما الدوريات ترجع ويلا بينا. بدأ ماتش مصر وبوتسوانا بان المفروض نكسب، بس احنا ما كسبناش وجاب فينا جول واحد اسمه كبسولة باين، بس صعدنا. برد سدد وداني يا اسطى، حاسس ان انا سامعني 4 مرات. واعتمد حسام حسن على الضغط العالي بلا هدف الا واحد وكان تعادل. اما المدير الفني لبوتسوانا فده اعتمد على فخ، حذرنا من اللعيب الاسمر الاقرع وطلعت بوتسوانا كلها سمر وقرع، فاللعيبه جالها لاج باين. المهم الشوط الاول كان شوط مش مفهوم، مين احمد رمضان بيكهام ده؟ بس جيبوا ليه ان الاول كان في الدقيقه 7 بعد امبليه من محمد ربيعه تعدي الكره من فوقيه توصل لبوتسواني ربنا يكرمه ويعدي من شوبير واصحابه، فتوصل لبوتسواني تاني اللي يشوطها يقابلها بيكهام وعمر كمال يزقوا بيكهام ويجي يمدد جنبه عشان تخبط في بوتسواني تالت وهوبا 1-0 لبوتسوانا. وبعدها في الدقيقه 15 تريزيجيه مارس هوايته المفضله يقتب ويحنكش ويشوط في الضيقه وهوبا من عندي 1-1 لمصر. وعشان الكره جوال والاجوال ما جاتش، خد ملخص الشوط الاول من وجهه نظر البرتقاني اللي ما بقاش لونه برتقاني. بادي ومحسن بده دي قرعه في مصر، بس ناقصها الحادي والكرومبو والزبادي. ما لازم ما نكسبش، حد يحط الملعب فوق ويسيب القاهره تحت. دي مراحل تطور الكابتن باتريك فييرا ولا ايه؟ جميل شعب العراق الشقيق في 18 نفر حضر، بس الماتش في مصر. اما احنا فين؟ بفرصه بقى. انا اخر جول جبته كان في عهد نابليون بونابرت ايام ما كان الاستعباد بشيلي. انا المهاره المفضله بالنسبه لي الكوره بتاعت ويندوز اكس بي اللي بتقعد تخبطها بالمساطر دي. نظام العشوائيه الغذائيه ده انا حافظه بيخف عضلات ويزود سمنه. احنا ما بنعملش حاجه صح ليه؟ بيكهام ضدنا والحارس بيصد من جوه الجون والجول بالايد اصلا. هو سماره الحريف. الله، هو المفروض نحتفل مع مين؟ ده كله سماره الحريف. رجوله يا مدربنا، ما بيسكتش عن حقه. مش الحركه دي شتيمه باين. اهدوا، انا عارف الاشكال دي كويس. نقطه ضعفهم وسام ابو علي. بيراميدز حتى لو جيب ميك ملاكي توريه يخرب بيته. غول تمثيل البالون دور مش هتخرج براها هو او احمد داش. بقولنا ما حدش يشوط ارضي، الدهون دي اما بتخبط في الارض بتجرمز. تبا للي ضيع حياته في الجيم والجري، المهاره طلعت في اللحمه الضاني. الحمد لله على السلامه يا ابو لبده. A7A خطير. انا اثبت. الحمد لله على السلامه. لو بتتساءل انا ليه ما طلعتش معايا البرتقانه تاني في الكادر، فده لان انا اكلتها عشان كانت لابسه زي. فاعمل لايك لاخوك عشان اثناء ما انا كنت باكل برتقانه تانية غير دي لفت انتباهي مشروع بالون دور. لعيب بيتطور بسرعه بس محنكش في ذاته، اللعيب اللي هيجيب لك افريقيا لو اتلعب النهائي في الاليانز ارينا. عمر مرموش. وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلاني الجا للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وعدت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوري في المانيا ومصر القديمه ومصر الجديده. عمر مرموش ملك فرعوني في المانيا هدفه الهروب من هبدات رضا عبد العال. فلو بصينا على اول نادي لعب له عمر مرموش في الاحتراف سنجد فولفسبورج، وبتقسيمها المقطعين تبقى فولفسبورج. الفول هو الاكله الشعبيه الاولى في مصر. فيسبورج التي تعني لبن حماره في مصر التي اتى منها مرموش. انت هتعرف ان كتر الكباري مش معناه انك رئيس مهاري. طب خد المقنعه المحيره. لعب عمر مرموش في مصر 56 مباراه، وهو عدد مباراته مع وادي دجله والمنتخب المصري. 56 هو رقم اخر ملك فرعوني لاطول اسره فرعونيه حكمت في تاريخ مصر، الملك سي ان رع. سي هو احتفال كريستيانو رونالدو الذي هو لاعب كوره هي مهنه عمر مرموش ايضا. امتى اتشهر واغتني واعمل لنفسي حلقه اثبت فيها ان امبريالي هربان في منجم حمص. طب خد النهايه الشريره المكروته. ولد عمر مرموش في فبراير عام 1999 هو عام اسود لرضا عبد العال الذي كان بلا نادي بعد استغناء الاهلي عنه. رضا عبد العال الذي قال ان احمد مدبولي احسن 100 مره من عمر مرموش. احمد مدبولي الذي ولد في عام 1994 هو عام ابيض لرضا عبد العال الذي تفوق على اسماعيل يوسف اثناء لعبه في الاهلي وبشبك الخيوط. اذن عمر مرموش ملك فرعوني في المانيا هدفه الهروب من هبدات رضا عبد العال. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه الجميله دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير. سلام. الحمد لله على السلامه. انا جاي اديك حاجتين، حبايه اوميجا 3 واللي حصل في الشوط الثاني. الشوط الثاني كان نفسي يبقى فيه حاجه، مش عشان مصر بصراحه، بس عشان الاقي حاجه ارغي فيها واطول مده الفيديو، بس مفيش نصيب، بس هتصرف.
اغني لكم؟ خايف اوعدك ما وفيش، اقول لك فيه تلاقي مفيش. انا ما كملتش عشان حسيتك هتصعب عليا، فخد ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر حنيتي. ايه يا اسطى، مش ناوي تستهدى بالله وترجع لمستواك وتتطلق عشان مصر؟ ما بلاش الحاجات اللي تحسسنا بظلم احمد مدبولي دي، حد يجيب له هاري كين يمكن يصحى. ايوه بشرب بانجو. انا هكذب عليك واقول لك لا، بشرب اعشاب طبيعيه. في الايام مش سايبانا في حالنا، بتاخدنا غدر على اخوان. مروان عطيه ده احصائياته محيره جدا، شايط 5 كور من ضمنهم 7 بره، الاثنين الزياده دول جم منين؟ الحمد لله البث باظ، نوقف الملخص على كده. انت مش مدرك صعوبه الفرجه على بتسوانا واحمد رمضان بيكهام مرتين. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر، وان شاء الله انا بحضر لك حاجات جديده كده، هي وثائقيه في نفسها شويه وهتبقى حلوه ان شاء الله، بس هتنزل على قناه ثانيه احتمال في خلال 2-3 شهور. انا محشور فيها بقالي فتره مش عارف اخلصها، بس مش مشكله باذن الله تخلص بسرعه. المهم انا كده خلصت، سلام.